الجار العرب يكرم الجار. ليش مرمح حسين لثالث نهار؟ ليش مرمح حسين لثالث نهار؟ وصحبته بذكولها وشبانها شالت الماء تحت من التراب، والزلم بالخوف مع اشفى الرقاب، من كثر عار اللسى وعظم المصاب صارت الاخوة وبكى ديوانها. من تلاخى وقالوا اسماد الصبر، هاي ذلة وعارها مد العمر، كل باكر للنشد شنو العذر، نصير قال للعرب بلسانها. قامت وجوه الزلم وتحزمت، 40 من العشيرة تلازمت، اشتدت اعتدت صدق وتوزمت، شافت العارية لبحيانها. قامت من كثر الحياة وقحمة الخوف، ولحقت بجمع اللسى بواد الطفوف. قالوا ترد الخطر بيها نشوف، الحاضر بن زيادها ومروانها. هاي النساء خشمت ورجعت تنوح على الحسين، قالوا لي الاجتماع كان يسوي علينا عيب، انت نترجع للمخيم، اذا فرغنا من الدفن عود هناك ننصب المأتم. النساء قال لا احنا وياكم نروح. ليش وشنو السبب؟ قال انا وياكم نساكم رايحة، قال انا وياكم نساكم رايحة، حسين نعشة لا بكى ولا صايحة، زينب الله يخوان الله يخوان، ميسر الحر بحكم عدوانها. ميل ما هم بالملامة وبالجدال، طلع راكب قال شلتم يا الرجال، اتفرقوا عن الجثث يمنى وشمال، طايرة من شر ميزها عنها. قال شنو وقوفكم يمي لتساد، كل بينول الصدق شنو المراد. قال انا مامكم لا تخافون، قال انا مامكم زين الاحباب، واسفر لهم عن وجودي مالها. قالوا حسين التخينا لدفنته، بكل جهدنا وما قدرنا لجثته، لا مواته ولا من صحبته، الضايعة تحت الزوار بدانها. قالوا حفرغناه والدفنة تهون، بنوع مستقدر دمع دم تجري العيون. قالوا بلا يغسل ندفن شلون، بل يروى من الغسل عطشان. قال هذا الراي حق لا الراي، ناشدوني غاي عنها الترك هاي، لو فرضنا يحصل للتغسيل ماي، وين شو كافورة واشفالها، شقوا القبر وجه والدمع كات، وشال ابوه شلون لصبر وثبات، وصارت الموت يا ابويا، وصارت الموت يعذبني الخيار، ولا اشوف معفر بتربالها. قال بنو اسد لما دفنا الحسين انتهى الامام بنا الى شاب مقطع بالسيوف، يقول كلما حمل منه جانب يقع الثاني، واذا به يصيح يا بني اسد هل عندكم بارية؟ قلنا ما تصنع بها يا ابن رسول الله؟ قال لاجمع بها اوصال هذا الشاب. يقول فاتيناه بذلك يصيح يا بني اسد حطوا الاكبر يا ابو، هذا اخوي علي الاكبر، يا بني اسد حطوا الاكبر يا ابو، هذا اخوي حزاب ظهري وانا اخوه، هذا المغذر وجوه الحرب، هذا جلد الملك في عيالها، الى اصحاب هنا من علد جريب، وخلوا دفنتهم سوى شاب وشيب، خلوا مفرد بس بالظاهر حبيب، طلق الدنيا وحظى بجنالها. قالوا بغد عباس البطل بالمشرقة، وجثته بحد السيوف موزعة، شلون مصرع شبل حيدر مصرعة، مقطع جفوف الفنجيمان. اقبل الامام نحو عمه يقل له دقعد يا عمو شاف قيدي،
السلل والربط جيدي يا عمي وبجرح ابذل الورد وردي اولا راح والبنيد. اريد اقرا يا ابيات الدعاء واسالكم الدعاء. الجسم منه بكربلاء مضرج والراس منه على القناه يدار، فضج الناس بالبكاء والنحيب، صار غويل والكل يصيحون واماماه وحسينا. وخرجوا جميعا لاستقبال الامام. يقول ابن حذلم بهالمناسبه والانصات منها الجمع الاكبر، جمع كبير، الانصات منها الجمع الاكبر، طلعت مرة تمشي وتغفر. ما اعرف هاي المرة منين، طلعت مرة تمشي وتغفر، صاخت يا ناعش هالخبر، صوتك لعند الصخر فالشاور اثار المرم عباس الازهر. وويلا هاي ام البنين، اذا عندك حاجة قدم لام البنين عزيزة الحسين. يقلها عاد بن حذلم مهلا، عظم الله اجرك بجعفر وعون، وانت عندك ولد 4 اللي ماتوا وانقتلوا بكربلاء. عظم الله اجرك بجعفر وعون، تقول الكل فدا الحسين يرحون. يقلها عبد الله غدا وياهم فرد كون، تقل الفخر ريحانة المختار. يقلها انت العباس ايش تقولين، التوت وتقول قل بقرة العين. بكى ودق على راسه وصاح يا حسين، ايه يا حسين صاحت يا ذي الصار. اجت ام البنين لاستقبال زينب. عاد هنا لما وصلت شلون دقت الباب على زينب، يقول لحقت عليها بالدار، يقول دقت الباب زينب عرفت هاي ام البنين، صاخت قوما يا الفواطم فكن الباب، فكن الباب وتلقى شريكتنا بالمصاب. هاي ام البنين ونسل النجوى. انا بدي توصل المرحله، يقول ضج الناس بالبكاء والنحيب، صار الحال ضجت المدينة وصارت ضوضاء. ابو علي هذا اذكر خبر نعيك لما وصل للمدينة. ابو علي هاي الدمعة لها اثر عندك يا سيد